عندك كوبايه بلح وبيضه، تعالي هنعمل حته فكره ما حصلتش، توفير جامد جدا لرمضان، وولادك هيتبسطوا بيها قوي قوي وهيقولوا لك اعملها لنا كل يوم. حاجه كده يا جماعه خطيره بجد، اوعوا يفوتكم. صلوا على الرسول وتعالوا نشوف هنعمل ايه بكوبايه البلح والبيضه، ويلا بينا. بجد فكره حلوه قوي. جبت كوبايه بلح، شلت منها النوى وحطيت عليها حبايه من البيض، وهنزل بكوبايه من الحليب وكوبايه من الدقيق ومعلقه صغيره من السكر، معلقه كمان يعني معلقتين صغيرين، معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه كده من الفانيليا. هتعملي كيك يا هيام؟ لا يا جماعه مش هعمل كيك، خليكم للاخر بجد عشان وصفه تجنن تجنن، احلى من التورته واحلى من الكيك والجاتو، حاجه كده رهيبه. هضربهم بالهاند بلندر، لو ما عندكيش هاند بلندر اضربيهم في الخلاط عادي جدا لغايه ما يوصلوا للقوام التقيل اللي انت شايفاه ده. القوام لازم يكون سميك اهو، بفضل اضرب لغايه ما تنعم معايا وتتقل بالشكل ده. هتاكد بقى كده بالمعلقه ان كل الخليط يعني تجانس مع بعض، وخلاص كده جهز معايا. هرفع طاسه بقى على النار، هدهنها ايه نقطه كده من الزيت، يعني معلقه صغيره، وهجيب اي كبشه عندي وهنزل بيها كده وهغطي عليها. صلوا على الرسول لو وصلتوا لغايه هنا حبايبي. ما تنسوش تدعوا لماما وبابا بالرحمه كالعاده، قولوا لي بتتابعوني منين عشان بتشرف بيكوا قوي. احلى بان كيك بالبلح، تحفه يا جماعه، تحفه حلوه قوي، حاجه حلوه تقدري تعمليها في شهر رمضان. بصوا بقى، يعني خدت لون من هنا ومن هنا ومستويه من جوه، وهفتحها لك في الاخر هتشوفيها عامله ازاي. والكميه ما شاء الله كبيره جدا، يعني بصوا احنا عمالين نعمل في الفطاير ما شاء الله كوبايه حليب وكوبايه دقيق والبيضه وشويه البلح عملوا معانا كميه. هقلبها بقى اول ما بتاخد اللون واطلعها، واحط برضو نقطة كده من الزيت، حاجة بسيطة قوي، واروح دهنيها. اهم حاجة بس تكون الطاسة ما بتلزقش، تمام. وبحط العجينة كده، يعني حطيها بشكل عشوائي براحتك، يعني مش لازم ترسميها زي ما انا بعمل كده. كده كده هتستوي وهتتاكل وهتبقى ايه تحفة. اول ما بتاخد ايه لون كده من تحت بروح قلبها الناحية التانية. وكده بقى المفروض عملت الكمية بتاعتي كلها. بصوا طالع عامل ازاي، ريحته بقى مش قادرة اقول لكم تجنن تجنن. هجيب بقى طبق عشان هعملها بطريقة حلوة قوي قوي كأنها تورتة بالظبط. احط كده واحدة، وعندي صوص كراميل، لو ما عندكيش الجاهز تقدري تعمليه في البيت، سهل قوي، هقولك على طريقته دلوقتي. المهم ان انا بحط واحدة كده من البانكيك، بحط كده صوص الكراميل ورشة من الجوز الهندي والزبيب، بحط واحدة كمان، وهكذا اهو. بحط صوص كراميل ما بين كل واحدة وواحدة، وبحط رشة من جوز الهند ورشة من الزبيب، بحط تاني برضو اهو صوص الكراميل، وهكذا بفضل طبقات طبقات طبقات. وشوفوا في الاخر بقى هتطلع عاملة ازاي، بجد حلوة قوي. صوص الكراميل يا جماعة سهل قوي. بجيب لو انا هعمله في البيت بعمل ايه، بكرمل كوبايه سكر، واول ما بتتكرمل بنزل عليها بكوبايه ميه. هتلاحظي ان الايه الكراميل اتكتل، ما تقلقيش سيبيها هيفك. اول ما يفك تكوني مدوبه كوبايه حليب بمعلقه نشا كبيره، وتقلبيهم وتنزلي بيهم على ايه، على الكراميل والميه اللي احنا عملناهم، وتقلبي تقلبي ايديكي فيهم، هيبقى معاكي صوص كراميل جاهز. تقدري تزودي معاهم كمان مكعب زبده. بصوا بقى انا عملتها كده بالشكل ده، وزينتها في الاخر بالسوداني المجروش، وبقطعها كده كانها تورتايه. حلوة قوي 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 ومغذية فوق مما تتخيلي يعني. طبعا بلح وحليب وبيض، عايزة ايه تاني؟ حلوة قوي قوي يا جماعة. بصوا هشة ازاي العجينة من جوه، ولا مكتومة ولا اي حاجة، عشان طبعا اضافة البيكنج باودر اللي احنا حطيناها، وكمان احنا غطيناها بالغطا واحنا بنسويها، فطلع هشة من جوه مش مكتومة، وتجنن تجنن بقى. يليق معاها صوص الكراميل قوي الوصفة دي. اعمليها بقى وسجليها عندك لشهر رمضان، واعملها لهم من دلوقتي. انا عملتها كلوا صوابعهم وراها وقالوا لي ماما اعمل لنا تاني. بجد حلوة قوي قوي يا بنات. الف هنا وشفا يا رب للي هيجربها، وبجد حلوة قوي. وهتعمليها على طول، نقطعها كده بقى قطع صغيرة عشان نديهم كل واحد شوية كده في طبق ياكلوها، وبألف هنا وشفا على قلبهم يا رب.
يلا لايك وشير لو انتوا وصلتوا لغايه هنا، ما تنسوش اضغطوا قلب احمر لكل اللي بيحب هيام، يا ريت يحط قلب احمر لايك، لايك قلب احمر، اوعوا تنسوا. بحبكم قوي، استنوني الفيديو الجاي، مع السلامه.